السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة اللي راح نتقسمها معكم اليوم يا حباباتي راح تكون دولمة نتاع السلق. تصلح في هذه الأيام تاع الصوم وفي شهر رمضان المبارك. ديروا حفظ للفيديو على بالي بلا رايحين تحتاجوها. ودركا صلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هاتي ربطة نتاع السلق وأرواحي. بالنسبة للأوراق راح نخدموا بها الدولمة هذه، أما العوادة ولا العروق هذوك نديروهم بيون، راح يكونوا ممتازين للأطفال اللي يعانيوا من فقر الدم. وبعدها راح نروحوا الأوراق نتاع السلق بعد اللي كنا نظفناهم غسلناهم مليح وخليناهم يقطروا من الماء. راح نقطعوهم رقيق بالشكل هذا. أما على الطياب نتاعو راح يبقى اختياري، حبيتي تفوريه على البخار ولا حبيتي تطيبيه في المقلة مع شوية تاع زيت ولا حبيتي تطيبيه في الماء. انا هنا نفضل اني نفورو على البخار احسن باش تبقى القيمة الغذائية، يبقى محافظ على القيمة الغذائية نتاعو. هاوليكم بعد اللي قطعته ودرتو في الكسكاس راح نغطي عليه ونديه يفور. يعني مش راح يدي وقت يعني طويل، بالتقريب راح يدي واحد 10 دقائق. بالنسبة للدولمة ولا الكفتة واش راح نديرو فيها، عندي نص صدر نتاع الدجاج اللي كنت رحيته في لاشوار، وعندي الربطة هذيك تاع السلق اللي كنت فورتها ورايحة نعصرو مليح من الماء اللي فيه. ومن بعد راح نزيد تشكيلة من التوابل اللي كانت كركم، شوية تاع عكري، ملح، فلفل أكحل، زنجبيل، وشوية تاع الكزبر، شوية تاع راس الحانوت. عندي نص راس تاع بصلة اللي كنت تاني سكرفشتو في سكرفاج ونحيت منه الماء تاعو. وعندي 4 فصوص نتاع توم اللي كنت سكرفشتو في سكرفاج. ورايحة نزيد شوية تاع المعدنوس، ونزيدو 2 مغارف تاع الخبز اليابس المرحي ولا الشابلور. ورايحه نبدا نلم في الخليط نتاعي هذا. هنايا البنات انا ما درتش البيضه، خليتها هي اخر حاجه. علاه؟ السلق نتاعي راه مازال شويه سخون. راح نخلط مليح مع هذاك الدجاج حتى تتعدل درجه الحراره تاعو ويعود في درجه الحراره تاعو معتدله. ومن بعد راح نزيد البيضه ونخلط. انا لقيت بلي الخليط نتاعي جاني جاري شويه، زدت له الكميه الباقيه نتاع الشابلور واللي كانت 5 مغارف تاع الشابلور حتى يبدا الخليط نتاعنا ينشف. بعد لي لميت الكفته نتاعي وتحصلت على خليط متجانس، راح نجيب الفرينه ونجيب شويه نتاع الزيت ونبدا ندير في كريات نتاع الكفته بالشكل هذا. من الاحسن تستعيني بالزيت، واللي مرفه تخدم بالماء تقدر تستغني على الزيت. انا مرفه نخدم بالزيت يا البنات، ما نقدرش نبدل حاجه واحده اخرى، يعني ندير ماء ولا نديرو هكذاك بدون اي اضافه، لازم ندير بالزيت. هنا مباشره بعد ما نكور الكريات نتاعي نحطهم في الفرينه. والكميه هذه نتاع الكفته خرجت لي الله يبارك ما شاء الله كميه لبس بها، يعني راح تاكلوا وتوكلوا. ديروها بالطريقه هذه بالمقادير هذه راح تعطيكم كميه كبيره. نروح نكمل مع الحبات نتاعي تاع الكفته كامل بنفس الطريقه. ومن بعد راح تشوفوا يا البنات كيف ندير، كيف نخلطهم، يعني بدون ما تظلي تمسي في الحبات ولا الكريات نتاعك ولا تظلي ترمدي فيهم بالحبه. هذه طريقه عمليه وسريعه وراح تكملي ليه. ومن الاحسن اخدموا كميه قليله، ما تخدموش كميه ياسر كما اللي درت انا، باش يترمدوا لكم اكل كيف كيف. وبعد اللي تترمد الكفته نتاعنا وتدي حقها في الفرينه، ماهيش راح تاخذ اكثر من حقها. وانما كش ما كاين زايد والله يا بنات شوفوا نديروا الطريقه هذه. نفتحوا صباعنا ونبداو نضغطوا ولا ندوروا في الحبه تاع الكفته، راح تطيح الفرينه هذيك الزايده. بعد اللي خلصت راح ندير كميه قليله من الزيت، ما تكثروش الزيت هنايا. وراح نحط الحبه نتاع الكفته باش نقليها. واحسن طريقه راح تستعملوها باش ما تمسوش حبه الكفته نتاعكم، لا بالمغرف لا بالفرشيطه لا باي اداه اخرى. حاولوا برك تحركوا المقله نتاعكم، تقبضوها من ذراع وحركوها هكا، اديو وجيبوا اديو وجيبوا، راحين يتقلبوا لكم الحبات نتاعكم بلا ما يطيبوا. شتو الحبه هذيك كيفاه طابت، هذيك بقات لي ما تحركتليش.
علاه خاطركش عمرت المقله. نتوما حاولوا ديروا كميه قليله، يعني واحد 10 حبات 11 حبه، ما ديروش كميه كبيره باش يلقاو وين يتقلبوا. وبعد اللي نحيت الحبات تاع الكفته نتاعي الاولين، زدت درت كميه الاخيره اللي بقات لي وقليتها بنفس الطريقه. وهنا يا البنات من المفروض نبداو بلاصوص هي الاولى. انا فضلت اني نبدا بالكفته ونحطها بجهه، ولاصوص حالها سهله من غاليه راح طيب، يعني ليه لازم نلقى الكفته تاعي واجده. ودوك واش راح نديرو، راح نروحو لاصوص. بعد اللي غسلت ونظفت المقله تاعي، راح ندير فيها شويه تاع زيت، وندير فيها نص حبه تاع بصل اللي كنت رحيتها في لاشوار. وبعدها راح نضيف عليها ثلاث نص مغرف نتاع طماطم المصبره. انا هنا كخطوه مبدئيه لقيت باللي الطماطم هذه جاتني قليل، زدت من بعد. راح نحرك ونحل هذيك نص مغرف تاع الطماطم مليح بالمغرف تاع اللوح. حبه نتاع طماطم اللي كنت سكرفجتها يا البنات، حبيتو تسكرفجوها والله حبيتو ترحيوها في الاشوار، لكم الاختيار. المهم كي تسكرفجوها سكرفجوها في الرقيق. راح نزيد التوابل اللي درتهم في الكفته، راح نحطهم هنايا، باستثناء انا ما حطيتش هنا الكركم وما حطيتش البابريكا ولا الفلفل الحمار الحلو. هنا لقيتها كانت ناقصه شويه تاع طماطم، زدت لها شويه برك على راس المغرف. ومن بعد حنجيب الزيتون تاعي اللي كنت حطيته في الماء بالتقريب واحد ساعه. والله حبيتو تغليوه في الماء، بصح ما تخليوش يطول باش ما يتبدلكمش اللون نتاعكم واللون تاعو عفوا. هنا راح نمرق بشويه نتاع الماء، شويه برك، ونخلي الكاس هذاك بنكملو التمريق نتاعو. نحرك ونغطي على الصوص نتاعنا. نعاودو نمرقو بهذاك الكاس، نكملوه الكاس الاول وبعد الكاس الثاني ومن وراها الكاس الثالث. ودرك راح نغطيو على الصوص نتاعنا ونخليوها هي البنات تهز الغليه برك يعني. ومن بعد راح نبداو نحطو في الكفته نتاعنا، نستفوا حبات نتاع الكفته. حبيتو ديروا لاصوص تاعكم هذه في المقله، حبيتو ديروها في المرميطه، حبيتو في الكوكوطه، لكم الاختيار يا البنات. يعني مش ضروري انكم تتبعوني في الخطوه هذه. رايحه نحط حبات الكفته نتاعي كما راكم تشوفوا بالشكل هذا، وفي نفس الوقت راني بالمغرف ونحاول باش ندخل الحبات نتاع الكفته في لاصوص ما يبقاوش من فوق كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. ومن بعد حنغطي عليهم ونخليهم يطيبوا في غرضهم. انا البنات كنت قلت لكم باللي راني نسيت ما درتش البابريكا ولا الفلفل الحمر الحلو، وما درتش الكركم. زدتهم درتهم هكذا في صحن يكون صغير، ونحي من الصوص اللي كون ندير فوقهم باه من بعد ما يديروليش كتل ولا يديرولي كعابر في لاصوص نتاعنا. ونحلهم مليح بالمغرف ونعاود نرجعهم فوق لاصوص. ومن بعد نخلط مليح يا البنات كما راكم تشوفوا، ما نخليهمش يبقاو هكذا من فوق باينين. نحل نخلط بالمغرف ونحاول ندخل هذيك البابريكا والكركم مع لاصوص، ندخلهم في لاصوص اللي طابت فيها الكفته، نغطي عليها ونخليها راح تطيب لاخر مره. اذا كنتي حابه لاصوص نتاعك تجي عاقده خليها تختار، اما اذا كنتي ما كيش حبتيها تجيك عاقده زودي لها الماء شويه، زيدي لها شويه نتاع الماء. وهاهي الدولمه نتاع السلق واجده. وسمحوا لي البنات اذا كنت اليوم اليوم راني مانيش معاكم، يعني كنت صايمه ونعسانه وسجلت لكم الفيديو هذا في الليل وعيني مغمضين، يعني سمحوا لي برك. هذه شوفوا الدولمه تاعنا تاع السلق كيفاش جات بنينه تهبل يعني. جربوها يا البنات ماكمش راحين تندموا، جربوها في هذه الايام تاع الصوم قبل ما يجي رمضان ان شاء الله. واللي تعرفها على بالها بها، واللي ما تعرفهاش جربيها باش كيجي رمضان راح تعتمديها وكوصفه يعني طبق ثاني حطيه وزيني بيه طاولة رمضان الكريم.
ونتلاقاو بإذن الله في وصفة جديدة وفي فيديو جديد من وصفات مطبخ وردة البريكية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.